دكتور كمال. ايوه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. شريف عامر، برنامج الحياة اليوم. اهلا وسهلا. اسمع انطباعات حضرتك عن اللحظات الأخيرة، الساعات الأخيرة وبداية الأحداث من يوم 25. يعني أنا اعتدت خلال فترة طويلة جدا أن أنا لا أتكلم لأسباب كثيرة، ولكن اليوم اللي وصل واللي وصلنا إليه بعد فترة امتدت من 25 يناير إلى اليوم، الشعور العام متاح ومعروف لدى مواطني مصر كلها، ولكن يمكن طول الفترة من 25 يناير لحد اليوم وقد البعض يقول يا ريت كانت بدأت يوم 25 أو اللي احنا بنواجهه النهاردة أو 26، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أنه هذا الأمر يطول حتى يعلم العالم كله شعب مصر. شعب مصر تحرك بتلقائية بحضارية في التعامل، لم يحدث في ثورة ما على مدى التاريخ كله انها تقوم دون ان تخرب او تدمر. اذا كان هناك بعض التخريب او بعض التدمير ما كانش من هؤلاء. كانت هناك فئات متعددة من شباب، من كهول، من سيدات، من فئات مختلفة سواء كان مسيحي او مسلم، ولكن المهم تحقق هذا اللي كل اللي النهارده بيقول سعيد كل السعادة به، ولكن وصلنا بما يمكن أن نقول على أما بعد. أيوة فندم. كلنا منتظرين دلوقتي والشعب المصري بل العالم العربي ويمكن العالم كله ما سيصدر من بيانات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن احنا عندنا شقين بنواجههم دلوقتي، شق سياسي وشق آخر اقتصادي. الشق السياسي فيما يتعلق كيف نتعامل مع الدستور، ايه هو الوضع فيما يتعلق بمجلس الشعب والشورى، اللي يتعلق بالحكومة. وأنا متأكد فيما أعرفه من رجال القوات المسلحة وانتمائهم وولائهم أن الخطوات اللي هتعلن من اليوم واللي فيما يتعلق بالشق السياسي والخطوات اللي هتبدأ في أن يكون خطوات موجهة في طريقنا إلى الديمقراطية اللي احنا بنسعى عليها من سنين طويلة بإذن الله، لأن احنا في أشد الحاجة في أسرع ما يمكن أن احنا ننظر للجانب الاقتصادي. أيوة. لأن الجانب الاقتصادي قد يبدو للبعض أن هو حصل لنا مشكلة فيما يتعلق بما دمر وما كسر والسياحة توقفت لكن هناك أمر خطير جدا يمكن كثير من الناس ما يعرفوش، أنه حينما واجهنا البداية يوم 25 يناير كان عندنا اقتصاد إلى حد كبير جسده عليل، والكلام على أنه كان عندنا معدل نمو 7 و8 ده كلام هيبان بعد كده حقيقته ايه. قضايا كثيرة في متعلق بالشق الاقتصادي نحن في اشد الحاجة اليها على ان احنا نتحرك باسرع ما يمكن، وعشان كده انا برجو ان الجانب السياسي يتحدد من اليوم وغدا لنتحرك عشان نسعى باسرع ما يمكن لنواجه الشق الاقتصادي، لان الشق الاقتصادي من خلاله بيعمل الناس، من خلاله بتناولوا الاجر، من خلاله تحرك السوق والاطمئنانة وهكذا. وأنا عندي أمل بإذن الله. احنا عشنا عمرنا كله في هذا البلد والكل بيسعى لأنه يحقق ما يربو وما يسعى إليه الشعب المصري، وأنا عندي كده أمان في نفسي أن رجال القوات المسلحة اللي هم تحملوا مسؤولية دلوقتي هيبدأوا الخطوات في الشق السياسي حتى ننتقل بأسرع ما يمكن لنواجه الشق الاقتصادي. دكتور كمال الجنزوري، بشكر حضرتك على وجودك معنا في الحياة اليوم، متحدثا لأول مرة زي ما قلت لحضراتكم لوسائل الإعلام.